حبايبي طلاب سنة 5 ابتدائي، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هناخد الدرس الخامس في الوحدة الأولى اللي بيتكلم على الحياة الدينية في بلدنا بين الماضي والحاضر. في الدرس ده يا ولاد هنتكلم على تعدد الآلهة والاعتقاد في البعث والخلود. يعني إيه بعث وخلود؟ وكمان هنعرف الاعتقاد في الحساب بعد الموت، يعني كانوا بيفكروا في إيه يا ولاد. وكمان هنعرف يعني إيه السمو إلى التوحيد، وكمان هنعرف أثر التمسك بالقيم الأخلاقية على المجتمعات. درس سهل جدا وبسيط جدا، بس محتاج مننا شوية تركيز. يلا بينا نبدأ مع بعض. عندي هنا الدرس ده بيكلمني على خصائص الحياة الدينية في مصر القديمة. يعني إيه خصائص؟ يعني صفات الحياة الدينية في مصر القديمة. طيب إيه الصفات دي؟ هقول اتصفت أو اتسمت بعدة خصائص الحياة الدينية، زي تعدد الآلهة والسمو إلى التوحيد والاعتقاد في البعث والخلود والاعتقاد في الحساب بعد الموت. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ مش فاهمين حاجة. هنبدأ مع بعض ناخد جزء جزء ونبدأ نفهم بشكل أفضل. عندي هنا تعدد الآلهة. يعني ايه تعدد الآلهة؟ طبعا مصر كانت مقسمة إلى 42 إقليم يا ولاد، وكان لكل إقليم معبود خاص به. طيب المعبودات دي كان بيجيبوها منين؟ من الطبيعة، زي الصقر والنسر والبقرة. طيب عندما اتحدت مصر إلى مملكتين، هي مملكة الشمال والجنوب، إيه اللي حصل؟ طبعا كل مملكة بقى ليها معبودها الخاص، وبدأ يبني المصريين القدماء المعابد لعبادة هذه المعبودات. يبقى أنا عندي رقم واحد تعدد الآلهة. تعددت ليه؟ بسبب إن كانت البلاد مقسمة إلى 42 إقليم، وكان كل إقليم ليه المعبود الخاص به. طيب بياخدوا المعبودات دي منين؟ من الطبيعة. وبعد ما توحدت الأقاليم بقت عندي مملكتين، وكل مملكة كان ليها معبود، وبعدين بدأوا يعملوا المعابد لعبادة هذه المعبودات. اتنين، السمو إلى التوحيد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هنا الملك أمنحتب الرابع يا ولاد أول ما تولى حكم مصر دعا إلى عبادة إله واحد، وهو آتون. وهو إيه؟ آتون. وكان يرمز له بقرص الشمس. ثم بعد ذلك أطلق على نفسه اسم إخناتون. مين ده؟ أمنحتب الرابع. يعني إيه إخناتون؟ يعني المخلص لأتون. ثم بعد ذلك بدأ يبني مدينة اسمها مدينة أخيتاتون. فين مدينة أخيتاتون دي يا مستر؟ موجودة في تل العمارنة، يعني بمحافظة المنيا حاليا، لتكون عاصمة للبلاد ومركز لعبادة الإله أتون. يعني هنا السمو إلى التوحيد، الدعوة إلى عبادة إله واحد. طيب مين هو أتون؟ طيب مين اللي دعا إلى التوحيد؟ هو الملك أمنحتب الرابع. طيب بما تفسر قام أمنحتب الرابع بتشييد مدينة أخيتاتون؟ هقول له لتكون عاصمة للبلاد ومركز لعبادة الإله أتون. طيب يلا اللي بعده، البعث والخلود. يعني إيه الكلام ده؟ طبعا المقصود بالبعث أو الخلود يا ولاد هو الحياة مرة أخرى بعد الموت، وإننا سنعيش حياة أبدية لا موت بعدها. لذلك قام المصريون بالتحنيط. هو إيه الكلام الكتير اللي مش مفهوم ده يا مستر؟ التحنيط هو حفظ جسد المتوفي بعد الموت. كلام سهل جدا وبسيط جدا. تاني، المقصود بالبعث والخلود هو الحياة مرة أخرى بعد الموت، وإننا سنعيش حياة أبدية لا موت بعدها. لذلك قام المصريون القدماء بالتحنيط. يعني إيه تحنيط؟ هو حفظ جسد المتوفي بعد الموت. طيب رابع حاجة وهي الاعتقاد في الحساب بعد الموت. يعني ايه الكلام ده؟ طبعا ينتقل المتوفي إلى العالم الآخر بعد الموت ليحاسب على أعماله التي قام بها، وكان بيقف المتوفي أمام محكمة مكونة من 42 قاضي يمثلوا أقاليم مصر ويرأسهم
أوزوريس. مين أوزوريس ده كمان؟ ده إله الموتى. خلاص، يبقى أنا عندي هنا الحساب بعد الموت كان بيعتقد المتوفي في العالم الآخر إن هو هيتحاسب على كل حاجة عملها. تمام. وإيه كمان؟ وبيقف المتوفي أمام محكمة مكونة من 42 قاضي، وال 42 قاضي دول بيمثلوا أقاليم مصر اللي هم 42 إقليم، ويرأسهم أوزوريس. مين أوزوريس ده؟ إله الموتى. طيب، وبعدين بيوضع القلب المتوفي في كفة في الميزان، وطبعا زي ما احنا شايفين، وعندي الكفة التانية موجودة فيها ريشة الإله معد. ريشة مين؟ الإله معد. طيب، مين الإله معد ده كمان؟ معد هو إله الحق والعدل. تاني، مين معد؟ إله الحق والعدل. طيب، إيه اللي بيحصل يعني يا مستر؟ كانوا بيحطوا قلب المتوفي في الميزان على كفة والريشة على الكفة الأخرى، وإذا القلب كان أخف من الريشة زي ما هو واضح في الصورة دي، يكون الشخص إيه؟ صالح. طيب، لو القلب أتقل من الريشة هيكون الشخص سيء. وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا. هناخد زي ما احنا متعودين مع بعض نقطتين من كل سؤال، وهسيب الباقي تحلوه بنفسكم. السؤال الأول بيقول لي أكمل العبارات الآتية: أنشأ الملك أمنحتب الرابع مدينة نقط لتكون عاصمة للبلاد أخيتاتون. ممتاز. اللي هي موجودة فين؟ موجودة في تل العمارنة بمحافظة المنيا حاليا. طب أنا هكتب هنا إيه؟ مدينة أخيتاتون، بس أنا بوضح علشان تبقى عندك المعلومة كاملة. طيب، رقم اتنين: تمثل الإله نقط الحق والعدالة عند المصريين القدماء ماعد. ممتاز. عندي هنا السؤال التاني بيقول لي ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. رقم واحد: ضمت الطبقة الأولى في المجتمع المصري قديما نقط الملك وأسرته. ممتاز. أول من دعا إلى عبادة إله واحد في مصر القديمة هو الملك نقط أمنحتب الرابع. ممتاز. عندي هنا السؤال الثالث بيقول لي اكتب ما تشير إليه العبارة الآتية. يعني بيقول لي العبارة دي بتشير إلى إيه؟ تولى حكم مصر ودعا إلى عبادة إله واحد وهو أتون، على طول أمنحتب الرابع. إله الحق والعدل عند المصريين القدماء معد. ممتاز. السؤال الرابع: ما المقصود بالبعث والخلود؟ هو الحياة مرة أخرى بعد الموت، وإننا سنعيش حياة أبدية لا موت بعدها. طيب، بما تفسر تعددت الآلهة عند المصريين القدماء؟ هقول له طبعا تعددت الآلهة بسبب إن مصر كانت مقسمة إلى 42 إقليم، وكان لكل إقليم معبود خاص به. ولما اتحدت الأقاليم في مملكتين اللي هي الشمال والجنوب، أصبح لكل مملكة معبودها الخاص بها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتوا معانا. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة علشان يصلك كل جديد. تمنياتي لكم بالتوفيق بإذن الله، وطبعا بدعمكم نستمر. أي كومنت بيفرحني لما يكون موجود عندي على الفيديو. تمام. بالتوفيق للجميع. كان معاكم إسلام الهواري.